ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا طالع كده النهارده ان شاء الله اتكلم معاكم بخصوص حاجتين. اول حاجه طبعا تخص نادينا نادي الزمالك. والحاجه التانيه تخص طبعا ايه الناموس، دلوعه الدوله. بخصوص نادي الزمالك يا جماعه، احنا الحمد لله برضه عملنا شويه صفقات زي ما انا قلت ايه. احنا مش هنستعجل في الحكم عليها، مع ان انا ايه في معظمها لسه مش قد كده، يعني مش متفائل بيه قوي. منها اللي هو بالذات الصفقه بتاعت الواد الانجولي. ان انا ايه، انا عاوز اهم حاجه الصفقات اللي هي تيجي من بره، او اللي هي الصفقات اللي هي تبقى بتاعت المحترفين، تبقى صفقات ايه توقف الفرقه دي، اهم حاجه يعني. بس او هنستنى ومش هنستعجل، وان شاء الله انا بدعم. وكل زملكاويه وكل الناس فعلا اللي بتحب النادي ده هندعم جون ادوار لغايه اخر وقت. بعد كده نحاسبه، يعني على الاقل سنه سنه على الاقل فعلا نديله وقته. يعني حتى لا قدر الله لا قدر الله في مشاكل في يناير برضه هنديله وقته. لازم يا جماعه، لازم كل واحد كده ايه يعني ياخد وقته عشان ما يتحاسب صح. دي اول حاجه. فكل دلوقتي الصفقات اللي تمت، احنا كلنا خلاص عارفينها. احمد شريف، على عمرو ناصر، وانا عمرو ناصر ده متفائل بيه خير ان شاء الله. على ادم كايد، الصفقه اللي هي بتاعت الانجولي اللي هو، والله يعني مش متذكر ايه، يعني مش فاكر اسمه دلوقتي. المهم إيه، الاربع صفقات دول اكيد مع المهدي سليمان. طبعا احنا ايه واخدينه كده ايه زي السبن يعني، اللي هو انا اسف يعني، اللي هو لو صبحي مشي هيتجاب، صبحي لسه قاعد، مش هيفعلوا العقد بتاعه يعني. طبعا زي في لسه الصفقات بتاعت احمد ربيعه، بتاعت ربيعه قصدي، واقفه شويه عشان موضوع الغلس الريتد اللي رخم في كل حاجه، حتى هو ما بيلعبش. اسمه ده مصطفى شلبي. وسيد نيمار على طول بيتصاب، ده مش عاوزينه. فللاسف في مشكله ما بين الزمالك والبنك الاهلي في اللعيبه دي. بس ان شاء الله نخلص منهم على خير وناخد احمد ربيع. طبعا الصفقه اللي انا يعني انا ما كنتش متحمس لها قوي، بس بعد موقف اللاعب نفسه لا يعني الصراحه ده راجل يجي وهيجي الراجل ده قلبه تحسه كده ايه، يعني زملكاوي قلبه على الزمالك، راجل متمسك. ورفض العرض القطري اللي هو اضعاف الزمالك، وعارف ان ده كوبري. رغم كده رفض كل ده عشان يلعب في الزمالك. وهو حتى النهارده شفنا التويته بتاعته، هو ما بينه ووالدته ووالده، وهم كلهم العيله كلها ما شاء الله ما شاء الله زملكاويه. وبيقول لك كمان ان احنا في قطاع غزه كله عاوزين الراجل يروح يلعب في الزمالك. فالحمد لله شعبيه الزمالك دي يا جماعه مالهاش حل. لا يا جماعه، النظافه نظافه يا جماعه. هقول ايه بس، هقول ايه، النضيف نضيف يا جماعه، والطاهر طاهر، لكن النجس هيفضل طول عمره نجس. فده كده بخصوص نادي الزمالك. فان شاء الله ان شاء الله خير. والنهارده كمان الزمالك لعب بفرقه يعني، اللي هي الراجل جاب فرقه يعني ناس كتير جدا، وكسبوا 1-0 بهدف حسام عبد المجيد. فطبعا ده مش حكم خالص، انا بس بقول يعني. فان شاء الله انا بس بقول لكم ايه، تفائلوا وان شاء الله خير. واللي جاي احسن ان شاء الله للزمالك، ان دايما الخير بينتصر على الشر في الاخر. بخصوص بقى موضوع الزمالك بقى وموضوع الفيفا يا جماعه. موضوع الفيفا ده الناس ايه يعني، برضه الاسئله الغبيه اللي بتجيلي. الزمالك داخل ايه بالموضوع؟ انت مالكوا اصلا يا زملكاويه يا دلاديل بيراميدز يا غبي؟ ما انت عشان غبي وبيب بيب وما بتفهمش. ازاي انا مش دعوه؟ اذا كان اصلا سبب المشكله دي كلها الماتش بتاعي يا متخلف يا متخلف. ازاي انا العب ماتش وانت تنسحب قدامي وما تطبقش عليك اللائحه؟ يعني سيبك بقى من اي حاجه تاني خالص بقى، سيبك الاهلي بقى هيخسر الدوري وي لا، انا دلوقتي بتكلم ان انا عليا حق، انا كراجل زملكاوي ليا حق. بعيدا بقى انا هستفيد ايه مش هستفيد ايه، انا ليا حق. فيعني ايه انت ايه اللي دخلك؟ يا ابني ده ماتش يا متخلف يا جاهل يا بيب بيب يا اللي ما بتفهمش. انا كان في ماتش بيني وبينك، انت زي الكتكوت انسحبت. فاللائحه بتقول ايه؟ يتحسب خسران 3-0 ويتخصم منه 3 بونت في اخر الموسم. انت اتحسبوك خسران 3-0 بس، و3 بونت ما اتحسبوش، ما اتخصموش ليه ان شاء الله. وبعدين اما انت نفس الهبل ده انا عملت قبل كده مرتين واتنفذت عليها العقوبه، اشمعنى انت بقى؟ هو ده اللي بتكلم فيه. فكون بقى ان انا عاوز اطبق العقوبه عليك، او عاوز العقوبه تطبق عليك، ده اول حاجه، ده حقي. فده اهو ان انا ايه، صاحب حق، انا صاحب الماتش. تاني حاجه هستفيدها ان هو ايه، ده كمان بقى الميزه كمان اكتر، ان فعلا الثلاث نقط دول لما يتخصموا منك الدوري هيروح لفريق تاني، اي كان بقى بيراميدز، غزل المحله، بني اي فرقه، انا ما يهمنيش، المهم الدوري هيضيع منك. وبدل ما تبقى 45 وعمال تزيد، هترجع تاني هوب للخلف تبقى 44. فكل دي مصلحه ليا. بس الاهم من كل ده ان انا اعلمك الادب، واعلمك ان الحق حق والقانون قانون، وزي ما القوانين اتطبقت عليا تطبق عليك. يا راجل ده انا السنه اللي فاتت بعديها بساعه من انسحابي، بساعه اتطبقت عليا القوانين، ساعه. انت قعدنا 3 اشهر، وبعد ما كان الناس كلها يمين وشمال ويروح ونيجي ولجنه اولمبيه اللي هي اصلا نفس تخصص وحكمت لينا برضه وي وفي الاخر هوب الحركات الوسخه بتاعت الرابطه واحمد دياب لما رفعوا التليفون قالوا له ها ايه، نجيب السيفيهات بتاعتك ولا ايه؟ نجيب السيفيهات بتاعتك، انت عليك حكم 3 سنين. نجيب سيد بابا اللي كان سايق الدوله في قضيه نصب وما اعرفش اتسجن كام سنه ودخل السجن. فهي دي حاجه وحيده اللي ميدو قالها صح، قال لك بيجيبوا عيال ملطوطه يحطوها في مراكز قويه عشان ايه، تتحرك بالتليفونات. فالقرف فساد قرف. الحاجه التانيه كمان بقى،
يعني اهو ادي مثلا ده كده موضوع الفيفا، والفيفا كان بعت الجواب. انا تشوفوا ما فيش اعلامي قال الموضوع ده غير واحد بس، احمد عبد الباسط. سبحان الله. فيفا باشا بعت جواب، واللي يقول غير كده يكذبني. بعت للزمالك والبيراميدز والاهلي والرابطه والاتحاد الكوره، بيقول كل واحد كده بقى ايه، ابعت لي بقى ايه، كل واحد كده ايه يقول اللي هو عاوزه بالاثباتات بتاعته بالادله بي. وهيحصل حاجه من الاثنين، يا اما فعلا لو هو خلاص كل حاجه واضحه في الورق، ايه لو حكم هيطلع على طول، حاسين في حاجه يمين في حاجه شمال وعايزين يتاكدوا، هيبتدي بقى يستدعوا الناس ويبتدي ايه وكده ونتكلم فيس تو فيس، بعد كده هوب الحكم يطلع. المهم يعني في الاخر الموضوع يعني هياخد ممكن من شهر ل3 اشهر بالكتير قوي، وقت الحكم في وشك على طول. وانا بقول لك ان شاء الله يعني بنسبه 60% ان شاء الله الحكم يطلع لنادي الزمالك، وهتخصم 3 نقط من الاهلي، وساعتها بيراميدز هياخد الدوري. ويا سلام يعني خليها بس لما يعني تتحقق. لو انا بصوا انا راجل محترم ما بحبش اول حاجه، ما بحبش اسبق الاحداث، هنستنى نشوف الدنيا فيها ايه وبعد كده نتكلم. الحاجه الثانيه اللي انا برضو كل شويه بقول عليها والناس قاعده تتكلم، موضوع الضرايب. يا كنتي موتي يا بتتهربي من الضرايب انت يا حلوه، بتتهربي يا جميله، عامل فيها وطنيه. النادي الاهلي ده ابعد ما يكون عن الوطنيه، والله العظيم نادي اهم حاجه عنده مصلحته، ولا يهمه مصر ولا اي حاجه. تصنيف منتخب مصر نزل درجتين عشان خاطر النانوس في الاخر راح طلع حصاله في مجموعته بعد المصايب دي كلها. وساخه والله العظيم، قرف، اقسم بالله منظومه معفنه بتخدم على نادي واحد. المفروض المنظومه دي كلها معموله عشان تخدم على منتخب مصر. لا، اهم حاجه النادي الاهلي، يلعن ابو مصر على ابو مش عارف ايه على ابو، مش مهم. اهم حاجه النانوس يجي بوتي يروح يلعب هنا في امريكا وياخد على قفاه. والله العظيم. المهم يعني النانوس في الاخر ما بيحبش غير نفسه. النانوس بيتهرب من الضرايب، النانوس بيعمل عقود من ورا بتوع الضرايب نفسهم ومن الاتحاد، وكل ده من بركه يعني ايه الاتحاد. يعني انا مش هقول لك بقى من ورا اللي هو كواكينك، هم الاتحاد عارفين. وللاسف مصلحه الضرايب شكلها في ناس كتير جدا عارفه، ولما الموضوع ريحته فاحت هم بداوا يعترفوا حتى في الاهلاويه وفي الاعلام بتاعهم. اصل احنا بنعمل كده بس مش احنا بس، والله ده في انديه تانية ايه كدابين. انت مثلا وبيراميدز، لكن الباقي كله بيكتب عقوده. اذا كان انتوا دلوقتي عمالين بتقولوا ان عقد زيزو ب 80 و60 ومش عارف ايه، طب ما ده اكبر دليل ان انا بكتب الارقام الحقيقيه بتاعتي في العقود. فللاسف النضيف اللي زيي هو اللي بيتحاسب للاسف، واللي مش نضيف اللي زيك هو اللي ايه اللي عادي وبيعمل فيها شريف وخضر شريف، وهو ابعد بعيد البعد كله عن الشرف الوطنيه. السنه قبل اللي فاتت لما المنتخب الاولمبي كان بيشارك في اولمبياد باريس، طلبنا كام لعيبه من النادي الاهلي، 2 رفضوا عشان بينافس في الدوري اللي هو المفروض بياخده كل سنه المفروض، ومش ما فيش ازمه. لا مش مهم منتخب مصر، المهم كده. شوف المغرب عملت ايه، المغرب اخذت احسن محترفين ليه عشان كده اخدوا مركز ثالث، اخدوا احسن لعيب محترف في تاريخهم، اشرف حكيمي. واخدوا اللي هو كان احسن مهاجم ساعتها اللي هو اللي بيلعب دلوقتي في العين الاماراتي. يعني اخدوا كوكبه من النجوم، مش احنا هنا 2 لعيبه بس. عشان في الاهلي كان امام عاشور ساعتها متالق ومحمد عبد المنعم ما خدوش اي نعم برضه ما كانوش هيفرقوا قوي، بس انا بتكلم ان هو المبدا نفسه، انت مش بتبص غير لمصلحتك في كل حاجه، وانت بقيت اي بعد عن الوطنيه. وساعات الجد تيجي تقول ايه انا بلعب باسم مصر، لا يا حبيبي قلبي انت ولا بتلعب باسم مصر، ولا بيهمك مصر، ولا بيهمك اي حاجه ايه بخصوص مصر. ادي نقطه الضرايب اللي انا قلت عليها، والناس دلوقتي بتتكلم عليها وبتقول فضيحه الضرايب، بيتهربوا من الضرايب، وحاجه والله العظيم سرقه علني. ازاي عايز اعرف اساسا الضرايب ساكته على الموضوع ده، وفين النائب العام لازم يحقق في الموضوع ده، يعرف مين اللي عمل الكوارث دي كلها، ومش من السنه دي بس، ده من زمان، ويتحاسب على القرف ده والقرف اللي احنا فيه. الموضوع التاني موضوع امام عاشور والمشاكل، طلعت انا برضه صح، عامل مشاكل جامده، وقلتها في الفيديو اللي فات بتاع امبارح. قلت امام عاشور بيتكلم بيقول ان هو كتر خيره ان هو هيقبل ان هو ممكن يبقى عقده يتساوى بزيزو وبتريزيجيه، ان هو اكتر واعلى من كده اهو. الناس دلوقتي بتتكلم في موضوع انا قلته زمان، ودلوقتي ايه واتقال عليا ان انا هجاص، دلوقتي الناس بتتكلم فيه. الناس بتتكلم في موضوع بتاع عقد كولر اللي بيدفع لغايه دلوقتي. الاهلي دلوقتي بيدفع في الشهر، كل شهر بيدفع 150 و400 و250، يعني 400 كام 400 الف يورو في الشهر، يعني حوالي احسب انت بقى، شوف انت بقى كم مليون بتحسب بتدفع كل شهر. ايه ده يا ابني ده بتتكلم في ايه؟ حوالي 30 ما اعرفش اليورو ايه بكام، ب 56 دلوقتي، يعني قول يا عم 30 مليون بتدفع كل شهر. ايه يا راجل ده كده بس مرتبات للناس؟
فانتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ ده في بلاوي بتحصل في النادي الاهلي. فين مين بقى اللي يحاسب الاهلي على القاف والفلوس دي كلها اللي بتروح وي وي وي؟ تيجي تقول لي بقى ايه؟ ما انت بص يا عم ماشي ماشي، انا عندي غلطات وانا بعترف ان عندي غلطات، لكن انت مش بتعترف. انت مشكلتك انت كاهلاوي مش بتعترف بالقاف اللي عندك، والدوله كلها رغم ان الدوله كلها بتساعدك. شوف انت من كام شهر كنت بتقول انا معيش فلوس معيش سيوله، فجاه بقيت معاك فلوس وسيوله ودولارات وعمال تدفع وتجيب لعيبه. فين القرف ده؟ مين اللي بيحاسب النادي ده؟ والله انا نفسي الناس كلها تعمل بلاغات ان هي معاها على القرف اللي احنا شايفينه ده. لازم النادي ده يتوقف عند حده. ايه القرف ده؟ والله العظيم عايشين في قرف وفساد وحاجه زفت. ودلوقتي عم بيحاولوا يعملوا كوبي لحامد حمدان. ايه القرف ده؟ انت كل ده يا ابني، ده انا في اضعف حالاتي ولسه خايف مني؟ ما تبص لنفسك وفي ايه؟ وفي الاخر كده ايه؟ تيجي تقول ايه؟ انا ابص لنفسي، انا ابص لنفسي؟ ده انت يا ابني مش عاوز تخليني حتى اخد الصفقات العاديه. ده انت جاحد يا جدع والله العظيم. في الاخر تيجي تقول ايه؟ مش عارف ايه، بص لنفسك. ده انت بتعمل فتنه وبتعمل وبتعمل ومنفسن وبتخاف مني يا ابني. اتقي الله يا ابني. بس هقول ايه؟ ده والله العظيم اللوجو ده مجننك وهيفضل مجننك، وهفضل انا عقدتك. والله العظيم هفضل عقدتك الا ما لا نهايه. وانا يوم ما اقف على رجليا والدنيا مش تمشي معايا صح، انت مش هتشوف نور ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله السنه دي هتبقى اول بذره تتحط في الطريق الصح ان شاء الله. ان انا ايه؟ همحيك. انا بس اقف على رجلي بس، والناس فعلا تبطل تتخانق على الكراسي والقرف عندنا، والناس فعلا تفوق نفسها وتخدم الكيان نفسه. انت مش هتشوف نور. ان انت معاك دوله وي 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 وي. المهم بس عشان ما اطولش اكتر من كده اهو، انا بس حبيت اقول الكلمتين دول عشان بس وده كان ردي على الناس اللي تيجي اللي عماله تقول لك انت مالك انت ومن الفيفا وشكوى الفيفا. والله العظيم بهايم بيتابعوا الاخبار بتاعتهم بيبقى الله يا خطيب وخلاص، ولا فاهمين حاجه وبيقولوا الكلام ومش فاهمينه واي هجص. الحمد لله الهبيد اللي انتوا بتقولوا عليه ده فخ، ده فخ، ده الناس بتقول لي انت هبيد، ده فخ ليا ان انا معناها ان انا بقول الصح. طبعا انا هبيت بالنسبه لك يبقى انا بقول الصح، وانا بوجعك وانا جامد عليك قوي قوي انت واعلامك الفاسد. فان شاء الله الهبيت ده بيقول كلام صح وكل حاجه هتتحقق، عشان انا بتقي الله في المعلومه اللي بقولها. فان شاء الله بيني وبينك الزمن وهتعرف ان انا صح في كل حاجه، وزيزو هيتوقف والنادي الاهلي هيتوقف اجلا ام عاجلا، عاجلا او اجلا ان شاء الله باذن الله. ماشي يا جماعه، تفاؤلوا خير بقى كده، والزمالك قادم 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 باذن الله ان شاء الله. ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.